أهلا وسهلا بمشاهدينا قناة مي سات. النهاردة معانا ضيف مميز جدا، سيدنا أنبا ديوسكوروس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا جودي، أهلا بيكيو بمشاهدين قناة ميسات والإخوة العاملين في قناة ميسات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية صوم الآباء الرسل، وأهلا بيكم في دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ التابع لأبروشية جنوب ألمانيا. أهلا وسهلا. هو في الأول كنت عايزة أقول أنا كبرت هنا في ألمانيا، فعشان كده العربي بتاعي شوية مكسر، بس هحاول على قد ما أقدر، وياريت كله يفهمني كويس. انت العربي بتاعك كويس لغاية دلوقتي، انت بتتكلمي صح، لو حصل حاجة هنصلحها لك. حلو. أنا كنت عايزة أقول كل سنة ونيافتك طيب، ودايما مليان بالبركة والنعمة. وباسم نيافة الأنبا أرميا والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ألمانيا وقناة ميسات، بنهني نيافتك بمرور عام على تجليسك على الإبرشية جنوب ألمانيا. أنا بشكركم مرة تاني وبكرر شكري لسيدنا الأنبا أرميا، كل سنة وهو طيب، وأنا متشكر خالص على التهنئة، ومتشكر إن انتوا جيتوا وشرفتونا. متشكر لكل عاملين في قناة ميسات، كل سنة وانتم طيبين مرة تاني. ميرسي. احنا هنبدأ النهاردة موضوعنا مع نيافتك بسؤال عن ايه اللي حصل في أول سنة في إبرشية جنوب ألمانيا من خدمات داخل الكنيسة. طبعا السنة اللي عدت، السنة اللي فاتت كانت سنة جديدة بالنسبة للخدمات. بالنسبة لي طبعا كانت حاجات جديدة خالص، ولكن أشكر ربنا أني وجدت إيد ربنا معانا في كل عمل بنعمله. كان ربنا واقف معانا وكنا بنصلي، وكان ربنا بيرشدنا. الحمد لله قدرنا نزور كل كنائس الأبروشية، حوالي 36 كنيسة موجودين في أبروشية جنوب ألمانيا. كان لينا لقاءات كتيرة مع الشعب، مع الشمامسة، مع مجالس الكنائس، وكنا نسمع كل واحد وكل واحدة، نقعد معاهم ونشوف طلباتهم ايه. والحمد لله ربنا ساعدنا ان احنا قدرنا نغطي تقريبا 36 كنيسة في زيارتنا، ونعمل قداسات، نرسم شمامسة، ندشن أيقونات وندشن معموديات. جميل خالص. طب سيدنا، هل تم تأسيس خدمات جديدة داخل الإبرشية؟ الحمد لله. طبعا انتوا النهاردة جايين موجودين في الدير هنا، ودي كانت أول مرة في الأبروشية نعمل مسابقة اكتشاف المواهب. إني خلال زيارتي للكنايس وجدت إن في شباب لينا وأطفال عندهم مواهب ونابغين في هوايات كتيرة خالص، فاتفقنا إن نعمل ليهم مسابقة، يجوا كلهم يتجمعوا عندنا هنا في الدير، ونعمل لهم على 3 أيام مسابقات يعرضوا الهوايات بتاعتهم والابتكارات بتاعتهم. يعني في جزء خاص بالألحان، في جزء خاص بالرسم والإبداع، في جزء خاص بالتمثيل. ودي كانت فترة كويسة أو فرصة كويسة إن بعض الكنائس يتقابلوا مع بعض وشعب الكنائس يتقابلوا مع بعض. النهاردة في الدير كان في حوالي 450 زائر من حوالي 18 كنيسة. اتعمل أول يوم، ودي بالنسبة للأبروشية خدمة جديدة يعني استحدثت. برضو عملنا بعض الخدمات الجديدة زي إعداد خدام نعملها أونلاين لأولادنا وشبابنا اللي هم اتولدوا هنا، أو زي كده يا جودي بيتكلموا نص عربي ونص ألماني، عشان نربطهم بالكنيسة ونخليهم يخدموا في الكنيسة. خلينا لهم يبقى ليهم إعداد خدام يبقوا مجهزين ومؤهلين باللغة الألمانية، إن هم بعد كده يخدموا ولادنا وبناتنا اللي هم مولودين هنا. خلال السنة اللي فاتت برضو عملنا مؤتمر، وده جديد برضو، للشمامسة الأبروشية. دعينا حوالي 300 شماس جم قعدوا معانا هنا 4 أيام ب3 ليالي، وكان السيمينار ده عن بعض الألحان، واجبات الشماس يعمل ايه، ودي كانت حاجة كويسة خالص. كان عندنا بعض المعلمين او المدرسين اللي هم علموا ولادنا
بعض البدايات أو بعض الألحان اللي بالنسبة لنا مهمة إن هم يحفظوها، وكان جزء فيها بالقبطي وجزء بالعربي وجزء بالألماني. جميل. طب سيدنا، قبل ما نيافتك تكون سيدنا أو تترسم سيدنا، خدمتك كان شكلها إزاي؟ قبل ما أترسم أسقف أنا كنت بخدم في أقصى جنوب ألمانيا اللي هي مدينة ميونخ، في كنيسة القديس ماري مينا بميونخ. خدمت فيها حوالي 27 سنة. كانت كنيسة صغيرة، بس كانت كل سنة يجي لنا أعداد وافدين كتير من طلبة وطالبات وموظفين. فميونخ دي بلد فيها 4 جامعات، وفيها تقريبا أغلب الشركات المشهورة جدا في ألمانيا. فنشكر ربنا عملنا أكتر من خدمات في مدينة ميونخ، وبس مش ميونخ، وبرضو المناطق اللي حوالين مدينة ميونخ. جميل. بعد ما أنبا ميشائيل سافر السما، الفترة دي كانت صعبة شوية على شعب الكنيسة والإبراشية. عشان كده أنا كنت عايزة أسأل الوقت ده مر إزاي، ينفع تحكي لنا شوية؟ طبعا هو سيدنا المتنيح الأنبا ميشائيل راح السما من حوالي 3 سنين، وطبعا سيدنا الأنبا ميشائيل هو اللي يعتبر أوائل الآباء الرهبان اللي جه أسس في هذا المكان، أسس الدير، وبعدين أصبح الدير مركز كبير، أصبح الدير مكان لكل الأقباط في كل ألمانيا إن هم ييجوا يزوروا الدير ويقعدوا فيه. مش في ألمانيا بس، ده كان في كل أوروبا. فكانت علاقة سيدنا الأنبا ميشائيل بالشعب علاقة أكتر من أبوة. الناس كلها بتيجي تقعد يوم 2 3. فلما سافر الأنبا ميشائيل للسماء كانت فترة صعبة جدا. ناس كتيرة طبعا اتأثرت وتعبت، وكانت طبعا في حاجات كتيرة قوي. أبونا اللي أسسنا وعاش معانا سافر السماء، فكانت فترة فعلا صعبة. ولكن قداسة البابا الأنبا تودروس بعت 2 آباء زي مسؤولين أو نائب بابوي عن الأب البطرك البابا تودروس، بدأوا يديروا الأبروشية هنا، نيافة الأنبا برنابا ونيافة الأنبا أرساني. وكانت الأمور بتمشي يعني خطوة خطوة، ستيب باي ستيب زي ما بنقول. ولكن نشكر ربنا ان الامور عدت لغاية سنة فاتت وقبل الرسامة بتاعتنا يعني. انا كان عندي سؤال. بما ان انا شابة هنا في ألمانيا وكبرت هنا في ألمانيا، فعشان كده أنا كنت عايزة أسأل سؤال لينا احنا الشباب هنا، بس هسأله بالألماني لو ينفع. اتفضلي. Und zwar, wie werden die Jugendlichen hier integriert in der Kirche, und wie ist es so, wie werden sie einfach in die Kirche eingenommen, sodass wir auch als koptische Jugend hier viel mehr unsere Tradition erhalten? مدريتوس. السؤال بتاعك معناه ان انا كشابة عشت هنا في ألمانيا وكبرت هنا في ألمانيا، ازاي اقدر اعيش الكنيسة القبطية وتقاليد الكنيسة القبطية وعادات الكنيسة القبطية وإيمان الكنيسة القبطية، إزاي أقدر أعيشه هنا في ألمانيا وأمارسه هنا كبنت قبطية شابة قبطية عايشة في مصر بالظبط. طبعا ده سؤال حلو خالص، ودي الهدف أو الخطة اللي أنا حاططها بالنسبة للشباب بتوعنا. احنا عملنا زي ما قلت في الأول إعداد خدام للشباب المتربي هنا باللغة الألمانية. بنعمل اجتماع خاص للأولاد الألمان وقداس خاص بالألماني بيحصل هنا في الدير للشباب اللي هو مولود. بنعمل لهم مؤتمرات، وبتبقى 4 مؤتمرات في السنة، وبيبقى فيها 2 آباء بيتكلموا ألماني، والأولاد بيتجمعوا لسه من حوالي أسبوع 10 أيام. كان في مؤتمر من 17 ل 23، وكان في حوالي 300 ولد وبنت. بنحاول بقدر الإمكان نخلي اللغة بتاعتنا بتاعت القداس القبطية والألمانية، وبنحاول نعمل البريدك أو العظات بتاعتنا تبقى بالألماني، مع يعني اتجاهنا ان احنا نحاول نشوف خدام اصلا متربيين هنا وكبروا هنا يقدروا يخدموا الشباب باللغة بتاعتهم اللي هي الموتر شبراخة اللي هي مادر لانجويج،
ودي الخطة بتاعتنا إن شاء الله في خلال السنوات اللي هي موجودة. عايز أقول كلمة برضو للشباب، إن إحنا نعيش في ألمانيا أو نعيش في المجتمع الألماني، ولكن المجتمع الألماني ما يعيش فينا. إحنا الهوية بتاعتنا، الايدنتي بتاعتي، وليا تقاليدي وليا عاداتي وليا لغتي. بعتز جدا وبقول أنا قبطي، أنا مولود في ألمانيا بس أنا قبطي، أنا شاب ليا أصولي وليا عاداتي وليا تقاليدي وليا حاجات اتربيت عليها. المجتمع الألماني مش كله وحش، بالعكس في حاجات حلوة جدا، بس المجتمع القبطي لازم ألتزم بالقوانين والأنظمة اللي حطها الكنيسة بتاعتي. وأشكر ربنا أن خلال زياراتي في كل الكنايس وجدت مجموعة حلوة من الشباب، خدام عظام جدا، دراسة كتاب المقدس بالألماني، خدمات ألحان بالألماني، اجتماع شباب بالألماني، حاجة تفرح خالص. بالنسبة للكنيسة في ميونخ كان عندنا أسبوع الثالث من كل شهر، يوم السبت ده بيبقى خاص بس يوجن تريفن، اجتماع شباب بالألماني. وهنا برضو في الدير بيتعمل، وبعض الكنايس بيعملوها في فرانكفورت وغير مناطق اللي حوالينا يعني. ده جميل خالص بجد. سيدنا أنبا ميشائيل راح يوم 4 أغسطس 23 السما. ناويين تعملوا إيه السنة دي عشان ذكرته؟ إن شاء الله يوم 4 أغسطس السنة دي هيبقى في احتفال زي السنة اللي فاتت. بالمناسبة لما سيدنا تنيح قعدنا نفكر فين سيدنا هيبقى المزار بتاعه أو المقبرة بتاعته. نشكر ربنا إن لقينا مكان ورا الكنيسة، مكان لوحده، ويبدو إن دي كانت أمنيته، إن هو ده المكان كان ساعات يحب يقعد فيه قوي. خدنا إذن إن إحنا ندفنه في هذا المكان، وبعدين بنينا حوالين منه زي كابيلا صغيرة أو كنيسة صغيرة. وبالمناسبة جبنا رخام من دير ماريمينا في مصر، ودير ماريمينا معروف إن هو بينتج رخام عظيم، وعملنا مزار ليه وتقفل المزار، وأصبح من ضمن المزارات اللي الشعب بيجي يزورها. وخطتنا إن احنا نعمل بعد كده متحف في بعض مقتنيات سيدنا الأنبا ميشائيل. فلما بتيجي الذكرى بتاعته بندعي الآباء الكهنة وبعض آباء أساقفة من أوروبا، ونعمل عشية. بنبقى العشية وفيها بعض الكلمات كتأبين لسيدنا وذكريات عنه. تاني يوم الصبح بنعمل نفرش المسبح، اللوح مقدس، وبنصلي جوه في الكابيلا دي. بيبقى الشعب موجود، طبعا المكان قليل ما يشيلش الناس، وبنعمل خيمة كبيرة وبنزعها لايف، فالناس تبقى شايفة القداس ويجوا يتناولوا، وتبقى حاجة كويسة ان الشعب مرتبط بسيدنا، وتبقى معانا حاسين ان هو روحه معانا. وبدعيكم طبعا ان انتوا لو في فرصة تزوروا المزار وتشوفوا وتوروا للناس، هتبقى حاجة كويسة طبعا. طب وأصلا إيه البلان للسنوات الجاية لكنيستنا؟ البلان إن شاء الله أنا يعني بطلب زي ما قلت في أول مرة إن إحنا كلنا نشتغل مع بعض. نشتغل مع بعض معناها إن الشعب وسيدنا والكهنة كلهم بيبقوا مع بعض. أنا طبعا أحب أوجه 3 كلمات للشعب في الأبروشية. الأسر، بقول للأسر والعائلات إن اربطوا ولادكم أطفالكم بالكنيسة، قداسات الكنيسة الأسبوعية، الخدمات الكنيسة الأسبوعية، أنشطة الكنيسة الأسبوعية. كل ما يكون في مؤتمرات ابعتوا ولادكم يشتركوا معنا في المؤتمرات، وإن شاء الله بنحاول نغطي أعمار الشعب كله. يعني السنة اللي فاتت عملنا مؤتمر للأسرة، ده ما كانش موجود. جبنا بعض آباء من مصر وعملوا هنا سيمينار في منطقة بيتبورج عن إزاي الأسرة المسيحية تربي ولادها في المهجر، وده كان موضوع حلو قوي. بالنسبة للأسر بقول لكم زي ما انتوا اتمليتوا من مصر قبل ما تيجوا
وعشتوا في الكنيسة، فالكنيسة بتقول لكم أهلا وسهلا، فاتحة أحضانها. اقعدوا في الكنيسة طبعا في الويك اند بس اللي هو بيبقى متاح، تعالوا اقعدوا في الكنيسة. الآباء الكهنة عندهم أنشطة كتيرة، عندهم برامج كتيرة، يبقى نقدر نعيش زي ما عشنا في مصر. النقطة التانية أو الرسالة التانية بقول لأولادنا الصغيرين اللي هم تحت سن الشباب، الكنيسة يا حبيبي هي كل حاجة في حياتنا. تربينا في الكنيسة، الكنيسة هي أمي، هي فرح حياتي، هي اللي باخد منها كل حاجة. بتعب أروح لأبونا أتكلم معاه، فرحان بروح ألعب مع أصحابي، قداس بحضره، درس إنجيل بسمعه، مدارس أحد باخد هدية. كل الحاجات دي كلها أنا بطلبها من ولادنا إن هم برضو يعيشوا في الكنيسة. في الصيف في بعض الكنايس عندها ملاعب، يلعبوا في الكنيسة زي ما كنا بنعمل أندية مصر أو أندية الكنيسة الصيفية في مصر. ده بالنسبة للأطفال اللي هم تحت 16 سنة أو 18 سنة. بالنسبة للشباب بقول لكم يا شباب، احنا نعيش زي ما قلت قبل كده. المركب تغرق امتى؟ المركب تغرق لما المية تخش جوه الكنيسة، تخش جوه المركب. لما المية اللي ماشية، احنا المركب ماشية كده في البحر، لو المية دخلت المركب يغرق. المركب ده هو الكنيسة، المركب ده هو الفلك اللي بيحمينا. العالم هو المية، لو دخلت العالم بكل أفكاره كل عاداته دخلته في الكنيسة، يعني يا سيدنا قللوا لنا القداس، ما تطولوش القداس، بتطولوا قداس وبتصلوا كتير ليه؟ نقصر، بلاش الأصوام. الحاجات دي كلها جديدة ما تنفعش في كنيستنا. كنيستنا هي قديمة منذ الأزل يعني. فلو احنا ربنا ولادنا ان عاداتنا وتقاليدنا في الكنيسة نحافظ عليها، بالتالي الشاب هيعيش في المركب اللي هو جوه الكنيسة، مش هيتأثر بأي حاجة في العالم الخارجي. طبعا بنسمع عن أفكار إلحاد كتير، وفين ربنا وليه، والحاجات اللي بنسمعها كتير. أخد الأسئلة بتاعتي أوديها الكنيسة، أقعد مع أبونا، أتكلم مع أبونا، أحكي مع أبونا. ونشكر ربنا أن أغلب الآباء مثقفين ومتعلمين وانتجريت في المجتمع، يعني مندمجين في المجتمع، والحاجات دي بنسمع عنها كتير. فأنا بطلب من كل الشباب، حط كل همك، حط كل أفكارك، حط كل أسئلتك عند أبونا. تعالى اسمع، تعالى قابل، تعالى احضر سيمينارات، تعالى احضر اجتماعات. نشكر ربنا ان ابائنا الاساقفه في كل اوروبا بيعملوا مؤتمرات بيتقابلوا الاولاد مع بعض وتبقى في مناقشات مفتوحه. فانا بطلب من الشباب انا اسف، بطلب من الشباب ان هو يرتبط بالكنيسه. مفيش نجاح، مفيش خلاص خارج الكنيسه. شكرا نيافتك انك اديتنا الوقت بتاعك عشان نعمل كمان الحوار ده، وميرسي. شكرا. انا بشكرك خالص يا جودي، وبأتمنى لكم نجاح وتفوق. وبطلب من كل الشباب ان هو اللي زيكي يبقى مش يبعد عن الكنيسة. الكنيسة بتاعتنا ليها عاداتها وليها تقاليدها وليها طقوسها، وبنحاول بقدر الإمكان نجمع الشباب معانا، إن الشباب هو المستقبل. زي ما أنت عارفة إن كنيسة من غير شباب كنيسة ملهاش مستقبل. ونشكر ربنا ان كنيستنا القبطيه فيها شباب كتير. نشكر ربنا ان كنيستنا القبطيه محافظه على تقاليدها وعاداتها لغايه النهارده. احنا من 2000 سنه الكنيسه بتاعتنا موجوده، تقاليدنا وعاداتنا مستمرين بيها، واولادنا بيكبروا في المجتمع الالماني. مره تانية انا بشكرك جدا يا جودي، بتمنى لك كل نجاح وكل تفوق، وبشكر طبعا قناه ميسات مره تاني، وسعيد جدا اشوفكم مره تانية. ميرسي، احنا اكتر. شكرا للمشاهدين ميسات، واتمنى نشوفكم المره الجايه.